حماد جوزي اتصلت عليا علشان اروح انضف لها البيت. بصراحة انصدمت جدا لما رحت لقيت البيت كله يضرب يقلب ومكركب كده وكله فوق بعضه ومليان تراب. ما كنتش متوقعة ابدا ان انا اكون مقصرة للدرجة دي. قبل اي حاجة بقى حط لي لايك كده والاشتراك، ويا ريت كده كومنت كده محفز يحفزني ان انا استمر معاكم ان شاء الله في القناة. بجد بجد بحبكم. تعالوا بقى شوفوا كده، ده الصالون ده اثري يا جماعة. الصالون ده اثري. طبعا قبل اي حاجه في التنظيف لازم كده نزعف. لقيت الزعافه مكسوره. فين الزعافه؟ الزعافه انكسرت. طيب ماشي، نتصرف نعمل ايه بقى؟ نجيب اي قطعه قماش او فانلة قديمه عادي يعني، وبحطها كده في المقشه وابدا ان انا امسك كل الحيطان من فوق ازعف. بعد كده فتحت الشباك بقى، قلت ان انا انفضه. كنت انا شايله الستاره وقلت بقى لميت الستائر كلها في الاول، غسلتها كده في الغساله. قلت على بال ما تنشف ابدا ان انا بقى انضف اوضه اوضه. المهم يا جماعه، هنا بقى في الصالون زي ما انتم شايفين كده كميه التراب رهيبه. الشباك ده طبعا اكمنه عالي وتحتيه كده كنبه، فما حدش بيبقى قادر ان هو يطلع بقى كده على الصالون يعني وينفض. فطلعت انا بقى زي ما انتم شايفين كده، فتحت الشباك اتصدمت من كميه التراب والعنكبوت. زي ما انتم شايفينه كده بقاله زمان جدا جدا ما اتفتحش اصلا. مش بيتفتح الشباك ده لان بيبقى فيه يعني اعزكم الله كده فران وحاجات كده في المسقط، فالواحد ما بيفتحوش. بس من وقت للتاني كل ما بروح هناك يعني بنضف. وانا بقالي زمان بصراحه ما روحتش بقى هناك. ادعوا لي بقى كده دعوه كده من قلوبكم، وقولوا لي بقى كده مين فيكم بيروح كده عند حماد جوزه وبينضف لها حماد جوزه، واخدين بالكم؟ طبعا حماد جوزي مين اللي هي امي، ربنا يخليها لي يا رب. وطبعا هي فرض عليا وواجب عليا لاني هتسال عليها. زي ما انتم شايفين بقى كده بدات ان انا اشيل الكيس. وغسلت بقى الباسكت وحطيت كيس تاني. ده كده بيتحط كده جنب الصالون. مش عايزه حد بقى يتريق عليا في الفيديو ده، علشان يعني الصالون اثري، واخدين بالكم؟ فمش عايزه تريقه. ماشي. المهم يا جماعه، كلنا بقى نصلي ونسلم ونبارك على رسولنا الكريم كده في الكومنتات. وكل سنه وانتم طيبين. النهارده عاشوراء. طبعا كلكم عارفين ان يوم عاشوراء ده بيبقى عندنا صيام. كل سنه وانتم طيبين. وانا رحت بقى قلت افطر كده مع امي، فلما رحت لقيت الدنيا عندها كده قلت لا لازم بقى انضف لها الشقه بقى كده واخليها لها زي الفل. مسكت كل حاجه. ده الارج برده مسكته بقى كده مسحته. طبعا البيت قديم بقى وتفصيلته قديمه وكده، يعني ربنا ييسر لنا كده الامور ان شاء الله. وماما توضب البيت باذن الله. المهم بقى، مش عايزه حد فيكم بقى يقول لي طب مامتك مش بتقوم تنظف ليه؟ لا، مامتي بتقوم تنظف والحمد لله يعني. بس طبعا في حاجات تبقى شاقه عليها، ما تقدرش تشيل ستاير تفكها، ما تقدرش تقف كده على كنبه الصالون وتنفض. وانا كمان بعيده عن امي، مش جنبها على طول. تمام. الناس اللي متابعاني انا قلت قبل كده في الفيديوهات ما بيني وما بين امي بركب قطرين اتنين، فامي مش جنبي، بعيد عني يا جماعه. طبعا هنا زي ما انتوا شايفين بقى بدأت ان انا اشفط بالمكنسة بقى كل التراب كده اللي على السجادة. وهبدأ ان انا اركب الستارة. كانت نشفت ما خدتش وقت خالص. هركبها بقى زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ كمان الفرش برضو كنت غسلاه. زي ما انتوا شايفين بقى كده هبدأ ان انا افرشه كده بقى. لسه في حافظة برضو برضو شلناها برضو غسلناها. يعني اول حاجة فكنا كل الحاجة اللي هي عايزة تتغسل. تمام. وابدا بان انا افرشها كده وادخلها تحت الكنب. وزي ما انتم شايفين كده الصالون بقى زي الفل. يا ريت بقى كده تدعوا لي دعوه كده من قلوبكم، وبجد بجد بحبكم وانتظروني في فيديو جديد.